السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. النهارده إن شاء الله فيديو مهم جدًا. هنعرف كل تفصيلة عن الفلتر ال7 مراحل، وهنعرف دور كل شمعة، وهنعرف إزاي المَيّة بتمشي من خلال الشمع، وهنعرف كل حاجة، مواعيد تغيير الشمع، إمتى نغيّر الشمعة، إزاي نختار الشمع الكويس، كل حاجة بالتفصيل عن الفلتر ال7 مراحل. يالّا بينا، يالّا بينا. بسم الله. في المقدمة إحنا الفلتر ال7 مراحل ده هو فلتر تحلية. يعني إيه فلتر تحلية؟ الفرق بين الفلتر ال3 مراحل وال5 مراحل وال7 مراحل هو النظام. النظام بتاع ال7 مراحل هو نظام تحلية وليس نظام معالجة. إيه الفرق يا باشمهندس؟ الفرق إن النظام المعالجة ده اللي هو ال3 مراحل أو ال5 مراحل بيعالج المَيّة من الشوايب، من الأتربة، من الصدى، من الكربون، من الكلور، من أي حاجة فيها كلام من ده. أما الفلتر ال7 مراحل بيكون مسؤول مسؤولية كاملة عن الأملاح، عن المعادن، عن تنقية المَيّة بشكل كويس، وحتى تحلية المَيّة اللي بتكون كبيرة. محطات التحلية هي في الأساس نظام 7 مراحل، ولكن بنظام كبير شوية، ولكن في الأساس هو نفس الفكرة، اللي هو فكرة الRO، فكرة التناضح العكسي اللي من خلال المرحلة الرابعة اللي هي مرحلة الممبرين. ودايمًا أي حد فينا عنده فلتر 7 مراحل بيكون كلمة ممبرين ده دايمًا بيسمعها علشان خاطر هي دي أفضل مرحلة وأغلى، حتى بتكون أغلى مرحلة. عشان ما أطولش عليكم، الفلتر ال7 مراحل ده دايمًا بيُنصح بيه الجماعة مرضى الكلى، وبيفرق جدًا في طعم المَيّة، وطبعًا دي حاجة كويسة جدًا. وما لهوش أي أضرار. في ناس تقول إن بيشيل الأملاح كاملة من المَيّة، وإن الإنسان بيحتاج أملاح ومعادن. هو بالفعل بيشيل الأملاح، ولكن الأملاح الضارة، وبيشيل المعادن، ولكن المعادن الضارة. طب المعادن دي، ما إحنا في أملاح مشيت ومعادن مشيت ضارة، بنعوز إن إحنا نعوّضها من خلال الشمع اللي موجود. وعشان كده دايمًا بننصح إن الشمع ده هو أهم حاجة في الفلتر، مش الاسم دايمًا. يعني إحنا قُلنا دايمًا في القاعدة بتاعتنا إن الشمع هو أهم حاجة في الفلتر بتاعنا. يعني من خلال الشمع ده هو إحنا بنخلّي طعم المَيّة، بنخلّي كفاءة المَيّة، بنخلّي نسبة الأملاح اللي في المَيّة بتكون أملاح كويسة وكفاءة كويسة. فنتوكّل على الله. في البداية الفلتر ال7 مراحل بيتكوّن من مرحلة أولى اللي هي مرحلة البُري، مرحلة تانية اللي هي مرحلة الحبيبات، مرحلة تالتة اللي هي مرحلة البلوك، موتور. تمام. والموتور ده بيكون قسمين، قسم ده اسمه head وده اسمه الموتور برضه. تمام. ترانس. تمام. مرحلة 5 ومرحلة 6 ومرحلة 7 ومرحلة الممبرين. المرحلة ال5 اللي هي الalkaline، والمرحلة السادسة اللي هي الكالسايت، والمرحلة السابعة اللي هي البوست. وبيكون في أشكال تانية. بتكون المرحلة الخامسة اللي هي البوست، والمرحلة السادسة اللي هي الكالسايت، والمرحلة السابعة اللي هي الإنفرا. تمام. اللي هي شكلها ده. تمام كده. كده أو كده مفيش مشكلة، لكن إحنا دايمًا بنرجح لما الحاجة اللي هي النظام ده أو ده يمشي مفيهوش مشكلة. وده ترانس معانا، دول كلامبات. تمام. ده كوع. تمام كده. ده حرف T. تمام. صباع صرف اللي هو اللي بيخلّي المَيّة تصرف. تمام. ده اسمه رباعي اللي هو four way. تمام. وبيكون معانا الحساسات، حساس high وحساس low. هو ده مكونات الفلتر ال7 مراحل. بلس طبعًا بيكون موجود الحنفية، بلس طبعًا بيكون موجود شمعة الممبرين اللي هي بتكون دي، ودي طبعًا أهم شمعة في الفلتر. طب ناخدهم واحدة واحدة كده. بسم الله. دي الشمعة
الاولى تبقى اسمها بولي، تبقى عباره عن قطن من جوه. دي بتتغير كل من شهرين ل3 شهور، ما تعديش اكتر من كده. وده اسمه هاوسنج. دايما الهاوسنج الشفاف ده بيكون في الاول. المرحله الاولى دي مسؤوليه كامله عن لو بتشيل اي تراب، اي صدى، اي رمل، لو في اي حاجه في الاول كده. ودي تعتبر وش المدفع، فدايما بننصح ان احنا نبدلها بصفه مستمره. دي المرحله الاولى. المرحله الثانيه اللي هي مرحله الحبيبات. زي ما قلنا قبل كده، صوت الرمل اللي احنا سمعناه مع بعض كده ده اسمه الحبيبات او الكربون. ده مسؤول عن اللون والطعم والريحه اللي غير مرغوب فيهم اللي موجودين في الميه. تركيبها ازاي يا باشمهندس؟ ده الجوان دايما بيكون لفوق والقاعده بتكون لتحت. بتتغير من 4 شهور ل6 شهور على حسب الاستخدام. يعني دايما في الصيف ما نعديش عن 4-5 شهور، وفي الشتاء عشان خاطر الاستعمال بيبقى قليل ممكن 6 شهور مفيش مشكله. وده طبعا هاوسنج مصمت. الشمعه الثالثه ده اسمها البلوك. تمام. دي بتكون الحاجز بتاع الشمعه الاولى والشمعه الثانيه. لو في حاجه عدت من الشمعه الاولى والشمعه الثانيه، شمعه البلوك هي اللي بتصد لها. ودي برضو مسؤوله عن اللون والطعم والريحه والمواد العضويه اللي موجوده في الميه. برضو بتتغير مع الشمعه الثانيه من 4 شهور ل6 شهور على حسب الاستعمال الميه. دايما ال3 شمعات دول هم الشمع المبدئي. ننصح تماما ان ما ينفعش ان احنا نغيب عليهم، لان احنا كل ما نغيب عليهم كل ما ياثر على الشمع اللي فوق، او هي شمعه الممبرين او الشمع اللي بعد كده، فيخلي طعم الميه معاك بصفه مستمره مش كويس. فدايما ما نحاولش ان احنا نغيب على ال3 شمعات المبدئيين دول. هم دول وظيفه وكل حاجه عن الشمعه الاولانيه او الشمع المبدئي الاول. نيجي بعد كده، بعد ما الميه تخش من الشمعه الاولى تخرج على الشمعه الثانيه، بعد كده تخرج على الشمعه الثالثه، تيجي تخش للموتور. الموتور ده هو المضخه اللي بتضخ الميه، لان الفلتر السبع مراحل ده يعني لابد من وجود موتور معاه. ليه لو وجود من موتور معاه؟ عشان خاطر شمعه الممبرين دي محتاجه ان يكون فيها دخول ميه بضغط عالي عشان خاطر يخرج معاك صرف وانتاج. الصرف اللي هو الميه الوحشه اللي بتروح للصرف، والانتاج ده اللي بيروح للشمع اللي بعد كده ويتخزن في الخزان بتاع الفلتر. يعني دخول الميه، تمام، بعد ما الميه تخش من ال3 مراحل مبدئيين تيجي بعد كده للموتور. بعد الموتور يجي للرباعي. بيكون ده شكل الرباعي، والرباعي ده بيكون فيه ان واوت، وبيكون فوق ان واوت، تحت بيكونوا تحت الان وتحت الاوت. يعني دخول الموتور، بعد كده الموتور يخش على الرباعي، ومن الرباعي يرجع هنا تاني للهوس بتاع الممبرين زي ما حضراتكم شايفين كده. ده شكل الهوس، تمام. ده شكله من الداخل. شمعة الممبرين دي بتخش فيه كده، تمام. لما تشيل الكيس بيتركب ازاي؟ الاثنين الدبل الجوان ده بيكون لجوه، والجوان الكبير ده بيكون في الخارج، تمام. وبعد كده تربط عليه، تمام. هو ده شكل الهاوسنج. بيكون خارج من اليمين هنا دخل الرباعي، وخارج من الشمال فتحتين. فتحة الصرف اللي هي الفتحة اللي فوق، يعني احنا لو خدنا بالنا كده الفتحة اللي فوق تكون فتحة الصرف، والصرف ده بيكون الاتجاه مكتوب عليه كلمة فولو. اما الانتاج بيكون 6 بلف برضه هنا كده. ده مش كوع عادي، ده كوع 6 بلف بيروح على الرباعي من تحت. بعد كده يخش على الهاي. بعد ما بيخش على الهاي ده لازمته ايه يا باشمهندس؟ الهاي ده علشان خاطر بعد كده يخش الهاي ده لازمته ايه؟ لما الخزان يتملى معانا، الهاي ده يحس ان الخزان اتملى فيفصل الموتور، وهكذا. اول ما
يحس ان الخزان قلل منه، يشغل الموتور تاني عشان يعوض الميه اللي حضرتك استخدمتها. ده وظيفه الهاي. طب واللو؟ اللو ده علشان خاطر لو مفيش دخول ميه ما يخليش الموتور يشتغل دايركت، يعني لو المحبس مقفول او الميه قطعت او كلاهما يخلي الموتور ده ما يشتغلش. ده بيكون سيفتي للموتور. اللو عشان خاطر لو الموتور ملهوش دخل ميه ما يخليش الموتور يشتغل. لو الهاي طب الهاي ده علشان خاطر لما الخزان يتملي ميه يخلي الموتور يفصل، واول ما بنفتح الحنفيه نسمع صوت طق 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 يخلي الموتور يشتغل معانا تاني. ده بالنسبه للحساسات. بالنسبه الترانس ده هو ده اللي بيشغل الموتور معانا. ليه؟ لان الموتور ده ما بيشتغلش من ال 220 على طول، بيشتغل 24 فولت دي سي. تمام كده؟ يعني احنا الموتور ده لو احنا ركبناه هنا كده يتحرق. المفروض ان هو بيشتغل بترانس. عشان يشتغل معانا 24 فولت لازم أن يكون ليه ترانس، والترانس ده اللي بيحول معانا من 220 ل 24 فولت. يبقى احنا كده خلصنا ترانس، الحساسات، الرباعي، الموتور، 3 شمعات الاولانيين، الهاوسنج الممبرين، صباع الصرف، وكل حاجه معانا تمام. مهندس لل3 شمعات اللي فوق اللي هي البوست كربون والكالسايد والالكلاين او الانفرا. دور كل حاجه فيهم. البوست كربون ده اللي مسؤول عن لون وطعم وريحه الميه، والكربون ده بيكون كربون نشط جدا. دايما بنخلي بالنا من الشمعه دي عشان خاطر دي اللي بتعلي كفاءه طعم الميه، اللي هي شمعه البوست كربون. ودي مصنوعه من جوز الهند. الكربون اللي جوه ده من شجر جوز الهند، فبيخلي طعم الميه كويس جدا. والكالسايد ده اللي بيكون فيها نظام حبيبات كده او حجر من جوه، اللي هي دي مسؤوله عن المعادن. دي اللي بتعوض الميه بالمعادن المفقوده، وبتعوض الميه بالاملاح المفقوده. عشان خاطر لو في املاح اتاخدت او معادن اتاخدت املاح ضاره، واحنا بناكد اهوت، دي اللي بتعوضها الشمعه دي. في معلومه مهمه جدا لازم تعرفوها. اي فلتر بيفرق من التاني خامة شمع. اي فلتر، نقول تاني، اي فلتر تفرق من التاني هي خامة شمع. اللي بيخلي كفاءة المية كويسة خامة الشمع، اللي بيخلي الاملاح كويسة خامة الشمع، اللي بيخلي طعم المية كويس خامة الشمع. مش اسمه ايه، او مش انا مثلا القصه كلها عندي انا عندي 7 مراحل وخلاص. لا، مش القصه ان انا عندي 7 مراحل وخلاص. القصه ان انا يكون عندي 7 مراحل وخامة شمع كويسة. وطبعا الالكلاين اللي مسؤولة طبعا عن برضو بتعوض لك الأملاح وتعوض لك المعادن الكويسة اللي موجودة في المية. ده اختصارا للفلتر ال7 مراحل. وبيكون متركب في الآخر حنفية اللي هي حنفية فلتر اللي احنا بنشرب منها. هو ده بيكون شرح مبسط للفلتر ال7 مراحل.